مصر في دمي، مش أول مرة أسمعك بتقولها. يعني مصر ما هياش الفور سيزونز والشيراتون. اشتغلت في التجارة والصناعة وفي القطاع الخاص. الحقيقة كانت طفولة جميلة لحد سنة 58 حصل لي حادثة أول خبطة ها؟ went through almost bankruptcy يعني هم. كل أملاك والدي اتاخدت. قعدت 6 أشهر ما كانش عندي فلوس، إن تقريبا كان فلوس إن آكل خالص يعني. اتعلمت حاجة في ال4 سنين في الخدمة في طبعا القطاع شفت العام. مصر. opportunities مرعبة. يعني مجموعة منصور النهاردة فيها حوالي 60,000 واحد. character building و education. رهيبة طبعا رهيبة يعني رهيبة. بتبني شخصياتهم وتعلمهم بالظبط. غير الجانب الرياضي. كان في أيام أنا كنت بروح الساعة 5 أو 6 بعد الظهر مش عارف بكرة هيحصل إيه. يعني دايما بنرجع لمصر. بالظبط، هي بلدي. بس ايه اكتر حاجة نفسك انه الناس تفتكر اسم محمد منصور بيها؟ النهاردة معايا واحد من أهم رجال الأعمال اللي جم في تاريخ مصر، خلق إمبراطورية في مجال البيزنس، مش بس على مستوى مصر، بس على المستوى العالمي كمان، ومش بس نجح في القطاع الخاص، وكمان في القطاع العام، وكمان في مجال الأعمال الخيرية، واتكرم من بلاد كتيرة وآخرهم من ملك بريطانيا، وأخد لقب سير. وفعلا مبسوطة جدا إني قاعدة معاه النهاردة عشان كلنا محتاجين نسمع ونتعلم. سير محمد منصور، ازيك يا دينا؟ عامل إيه؟ الحمد لله بخير. كله كويس؟ كله هايل. أنت منورني. الله يخليك، النور نورك. ميرسي بجد. شكرا ستي. دلوقتي أنا دايما بقول لهم بحب ابتدي البودكاست إنه أعرف على طفولة البني آدم، لأنه بحس إن هي دي اللي بتشكل جزء كبير من الشخصية. فممكن تحكي لي شوية على طفولتك اللي انت فاكره منها، علاقتك بأمك أبوك، اتعلمت منهم ايه؟ كانت طفولة سعيدة صعبة؟ الحقيقة أنا ربنا أكرمني إن كان والدي ووالدتي الله يرحمهم كانوا ناس طيبين جدا، وكانوا يعني الأهل الواحد أي واحد يتمناه في الدنيا. أبويا كان راجل بدأ حياته وكان ناجح في حياته، كان من كبار رجال اللي بيصدروا القطن في مصر في الخمسينات، وكان عنده شركة اسمها لطفي منصور لتجارة الأقطان وأولاده. والدتي الله يرحمها كانت ست حياتها هي أولادها، كان اسمها نظلي، ووالدي الله يرحمه كان اسمه لطفي منصور. أنا اتولدت في الشرقية، بس اتنقلنا لإسكندرية في حوالي سنة 52 أما والدي ابتدى يشتغل في تصدير الأقطان من اسكندرية، واتخرجت من مدرسة كان اسمها فيكتوريا كوليدج في اسكندرية، كانت من أهم المدارس اللي في الشرق الأوسط، اتخرج منها ملوك وأمراء وناس ناجحين جدا في الدنيا، منهم مثلا ملك حسين الله يرحمه. فكانت طفولتي الحقيقة طفولة جميلة جدا، وكنا ساكنين في منطقة في اسكندرية اسمها سان ستيفانو. كنت فاكر كل يوم أنا وإخواتي وولاد خالتي نروح في الصيف، كان في سينما سان ستيفانو، والسينما كانت جميلة جدا، وكانت طفولة جميلة. والحقيقة كانت منطقة اسكندرية كانوا بيسموها هي تقريبا the pearl of the middle east يعني. فالحقيقة كانت طفولة جميلة لحد سنة 58 حصل لي حادثة سيارة، والحقيقة دي كانت حادثة جامدة جدًا. كنت كان حوالي عندي 10 سنين واصطدمت بيّا سيارة، فضلت في السرير يا دينا لمدة 3 سنوات، من 58 ل61 مش قادر أتحرك من السرير. وانت طفل عايز تتحرك وتجري. لأ كنت في وقتها يعني في فيكتوريا كنت بالعب كورة، كنت لعيب كورة وباجري، وكان في باخد جوايز وكده. فيعني يعني I was taken away من الحاجات اللي باحبها اللي هي الكورة واللعب أول خبطة ها؟ أول خبطة في حياتي. بس الحقيقة دايمًا الخبطة دي يمكن هي اللي كوّنت شخصيتي، وبدأ في تكوين شخصيتي إن هي الشخصية اللي بيقولوا عليها resilient، يعني شخصية ما عنديش حاجة اسمها إن أنا مستحيل. طول ومش ما هتكسر. بالضبط، فطول حياتي إن أنا إنسان باحاول أحسّن من نفسي. ففي ال3 سنوات كنت باعمل إيه، كنت باقرا، أقعد أقرا وأفكّر وبتاع، أمّا وصلت سنة 14، 15 سنة كان وقتها سنة 63 سافرت على أمريكا، وقتها كان الرئيس جمال عبد الناصر هو رئيس مصر، وخدت فيزا exit visa على أساس إن رجلي وكده باعمل عملية، وبعدين التحقت بجامعة نورث كارولاينا. وفي الفترة دي الحقيقة هي برضه كان جزء تاني من تكوين حياتي،
إنما بارجع تاني لطفولتي وعايز أتكلم شوية على أهلي. يعني والدي الله يرحمه كان راجل خير جدًا، وهو نمّى فينا حتّة إن الواحد لازم يبقى له ولاء لبلده، ولاء للناس، ويحاول يساعد الناس. كنت بافتكر دايمًا كل يوم جمعة كانوا يعني بعض الناس البسطاء بييجوا في البيت، وهو ينزل يقابلهم واحد، واحد، ويقدر يعمل اللي في إيديه. والدتي الله يرحمها كان سيدة، يعني الأم المثالية الحقيقة. وإحنا كنا 4 إخوات وأخت، إسماعيل الله يرحمه ويوسف وأنا، وبعدين جات راوية وياسين. وكان الحقيقة عيلة متكاملة، وعيلة كلّها حُب، وده طبعًا نمّى شخصيتي في أهمية التكوين العائلي يعني. كنت بتحس بضغط إن أنت أكبر أخواتك؟ الحقيقة أنا نمرة 3. بس كانوا بيقولوا little big brother، يعني كان أنت عارف دايمًا كنت حاسة إن أنت الكبير؟ إسماعيل كان الكبير الله يرحمه. إسماعيل كان أكبر منّي ب4 سنين، وبعدين يوسف ب3 سنين، وبعدين أنا يعني بعد يوسف ب3 سنين، وبعدين راوية أظن 6 سنين، وبعدين ياسين ب12 سنة تحتيّا. فدي كانت حياتي في إسكندرية، وبعدين بعد كده انتقلت بقى المرحلة لأمريكا. التانية في حياتي لأمريكا. وبرضه السفر وقتها ما كانش دارج في مصر، يعني كان فكر progressive أوي من ناحيتكم إنه حد يسافر يتعلم برّه. هو والدي الله يرحمه كان من أول اللي اتخرّجوا من جامعة كامبريدج في إنجلترا في التلاتينات، و أول مصريين يعني. هو كان فكره، كان راجل دايمًا عنده vision ورؤية بعيدة، وكان رأيه إنه التعليم هيتغيّر شوية، ويمكن أمريكا تصلح أكتر. كان عنده واحد صديقه كان congressman اسمه هارولد كولي، كان رئيس اللجنة بتاعة اللجنة الزراعية في أمريكا، وهو اقترح إن إحنا نروح بجامعة North Carolina، عشان إحنا وقتها لو تتذكري ذكرت قبل كده يا دينا إن إحنا كنا في تجارة القطن، إمم. وكان عندنا محالج وكده. فهو كان رأيه هارولد كولي إنه يوسف أول واحد التحق بالجامعة هناك North Carolina State، وبعدين إسماعيل راح University of North Carolina برضه في Chapel Hill، وأنا انضممت لهم بعديها تقريبًا 6 شهور. فكانت فترة الحقيقة بداية جزء تاني من الحياة يعني. طب في الجزء بقى التاني ده، فجأة الدنيا لخبطت شوية، حصل التأميم، وحصل إن العيلة فقدت جزء كبير أوي من ثروتها. عدِّت عليك الفترة دي في أمريكا إزاي؟ أنا أمّا وصلت أمريكا، أنا يعني وصلت أمريكا في نوفمبر 1963، وكان الرئيس كينيدي وقتها كان توفى قبليها بأسبوع، في نوفمبر 1963، وبعدين التحقت بالجامعة في يناير 1964. فوقتها كان بييجي لنا يعني والدي كان بيبعت لنا حوالي $200 كل شهر. ومرّة واحدة في سنة 64، في أواخر 64 اتحط علينا مش تأميم إنما حراسة. إمم. حراسة معنى إنه كل أملاك والدي اتاخدت، وكان راجل وطني جدًا. فالحقيقة ما كانش عنده ولا مليم برّه، فبعت لنا يوم جواب بيقول أنا خلاص مش هاقدر إن أنا أساعدكم أو أدفع لكم تكلفة التعليم بتاعتكم. فأنا الحقيقة اضطريت إن أنا أروح أشتغل في مطعم كان اسمه أماديوس في رالي، واشتغلت في مطعم البيتزا ده عشان أسدد بعض الديون اللي بدأت تتراكم عليَّ أمّا وقفت الماهية اللي كانت بتيجي لنا كل شهر عشان أدفع الإيجار والبنزين والتكلفة وكده. والحقيقة دينا في الوقت ده أنا يعني قعدت 6 أشهر ما كانش عندي فلوس، إن تقريبًا كان فلوس إن آكل خالص يعني. كنت أي قرش باعمله يعني وأنا في المطعم يعني، كنت باروح أدفع بيه بعض الديون وأسدد بعض الديون اللي عليّا. وكانت فترة عصيبة، إنما برضه من الفترات اللي هي كوّنت شخصيتي، إني عرفت قيمة الشغل وقيمة الكفاح، وإنه الواحد لازم عمره ما يقول أنا مش هاقدر. فكان دايمًا ده كان دافع ليّا إن أنا أولًا إن أسدد اللي عليّا، دي كانت أهم حاجة عشان اسمي في الجامعة. في نفس الوقت برضه عشان أنا الحقيقة التحقت بالجامعة كان عندي 15 سنة، كنت إمم. صغير أوي. ودايمًا أمّا حد بيقول لي ده أنا ابني أو بنتي شطار أوي هيخشوا عايزين ينططوهم سَنة، أقول سَنة. لهم
أنا عشان أنا كان أمّا دخلت الجامعة كان عندي 15 سنة، فكنت يعني 15 سنة عقليتي ما كانتش صغير ناضجة أوي. أوي، فما كانتش ناضجة، فكنت الحقيقة ما باذاكرش، إمم. تقريبًا لحد تقريبًا سنة 66 اللي حصل إنه درجاتي في الجامعة ما كانتش كويسة، وتقريبًا كانوا هيفصلوني من الجامعة، لحد ما رُحت كان أستاذ بتاع physics ورُحت بقى مثّلت عليه شوية الحقيقة، قُلت له: "أنا يعني لو فشلت في الphysics ده يبقى هاضطر إن أنا أتفصل من الجامعة وهاضطر مش حياتي هتبوظ وبتاع." فقال لي: "بُص يا ابني أنا هادّيك فرصة، الفرصة إن أنت هادّيك incomplete والincomplete ده بالتالي هتضطر إن أنت تيجي تقعد في الفصل في أول صف، وبالتالي بعد كده تبقى يعني لو أنت ما جيتش يوم أنا هادّيك ه ه أدّيك F يعني." فاللي حصل إنه دي كانت نقطة تحوّل في حياتي، التزام وبدأت رهيب بقى. درجاتي تتحسّن بعد كده. وبعدين خلّصت جامعة ورجعت مصر، وحاجة باشوفها extremely interesting إنه في حالتك بالذات لبست different hats. يعني اشتغلت في التجارة والصناعة وفي القطاع الخاص، وخلقت فعلًا إمبراطورية مش بس في مصر، وفي بلاد مختلفة كتيرة يعني global. وبعد كده دخلت القطاع العام كوزير النقل. إيه اللي خلّاك تعمل النقلة دي؟ راجل أعمال ناجح جدًا، إيه اللي يخلّيه يعمل النقلة دي للقطاع العام؟ أنا كنت في باريس وجالي تليفون من الدكتور أحمد نظيف، أنا ما كنتش أعرفه الحقيقة، فقالوا لي قال لي: "أنا عايز أشوفك." فرُحت زُرته، رُحت له في المكتب وقال لي: إحنا عايزينك يا محمد كوزير إسكان." فقُلت له: "يا دكتور أحمد أنا ما أعرفش حاجة عن الإسكان خالص." فقال لي: طيب وبعدين الحقيقة وقتها الواحد كان صعب إنه يرفض، إنما قُلت له: "أنا أمّا أخُش في حاجة عايز إن أنا أنجح فيها ويبقى" add value. بالضبط to add value فبعدين قالوا لي: "طب وزارة النقل." فقبلت على أساس إن أنا راجل بتاع بتاع عربيات يعني، عربيات. فبالتالي ما كنتش عارف إنه وزارة النقل دي يعني من أصعب الوزارات في مصر، ليه بقى؟ فيها قطاع السكة الحديد، قطاع النقل النهري، الطرق والكباري، إمم. المواني لأ الموضوع مش عربيات يعني. مش عربيات، ما ده مش فيش عربيات عربيات. خالص، وفي حوالي 280,000 موظف. فإنما كانت 4 سنين عملتها ليه؟ عشان أولًا حُبّي في بلدي، وإن أنا قُلت يعني كان عطاء إن أنا يعني يمكن أقدر أضيف حاجة، فعملت كل اللي في وسعي في خلال ال4 سنين من 2005 من ديسمبر 28 2005 واستقلت في سنة يوم 27 أكتوبر 2009 يعني قعدت تقريبًا 4 سنين. وكان سبب استقالتي كان حصل حادثة في العياط، أنا حادثة فاكرة. قطر، حسيت إنه يعني أنا ادّيت كل اللي أقدر أدّيه لبلدي، فرُحت للدكتور أحمد نظيف وقُلت له: "أرجوك تبلّغ الريس مبارك إن أنا يعني مقدّم استقالتي عشان برضه أبتدي أتابع شغلي وكده." حاسس اتعلمت حاجة في ال4 سنين في آه الخدمة في طبعًا، القطاع شُفت العام. مصر. شُفت شُفت مصر. مصر، شُفت مصر من داخلها طبعًا، شُفت القرى وشُفت النقوع وشُفت البلاد كلّها وعرفت يعني كنت باحس يعني كنت دايمًا أقول أصدقائي أنتم ما تعرفوش مصر، يعني مصر ما هياش الFour Seasons والشيراتون خالص. القاهرة ونادي لا الجزيرة، بالعكس، هي مش ده. بالعكس دي مش مصر. فالحقيقة يعني دي كانت فترة بالنسبة لي فترة باقدّرها، اتعلّمت فيها، عرفت بلدي، عرفتها من جوّه. حبيتها أكتر أمّا شُفت طبيعة المصريين وكانت فترة الحقيقة مهمة جدًا في حياتي وبعدها أمّا استقلت قررت إن أنا يعني أنا دايمًا باحب زي ما بيقولوا challenges حاجة جديدة، اهم. ف سافرت على إنجلترا وكوّنت بيسموه الfamily office Man Capital في عملت Man لندن Capital. Man Capital
دي مثلًا تالتة، ده حاجة التالتة تالتة خالص. تمام، عشان أصل كانت أنا قُلت يعني هل أنا هارجع بقى وأعِد أنا بِعنا كام عربية النهارده أو كام معدة caterpillar أو بتاع، فقُلت أنا عايز أفكّر في حاجات جديدة صادفت الظروف كنت باحضر seminar كده فواحد كان 2005 أنا يعني ذاكرتي الحمد لله كويسة قبل ما انضم أنا للوزارة. تقريبًا فاكرة عيد ميلادي بالعافية، أنا مش هاقول معقولة! لك في لا، لا. التواريخ يعني. فاللي حصل يا دينا إن أنا بعد كده بدأت بقى دخلت في التكنولوجيا، إمم. رُحت silicon valley دي لقيت opportunities مرعبة. رهيبة، وبعدين حسيت بفرق حتى تطوّر أمريكا عن أوروبا، فقُلت أنا لازم يبقى ليّا تواجد هنا، ففتحت بيسموها venture capital firm في سان فرانسيسكو اسمها 1984 اللي بتساعد الentrepreneurs اللي هم بيبدأوا startups إمم. في العالم كله و في مجال التكنولوجي. في مجال التكنولوجي في مجال الستارت ابس عموما، وبرضه دخلنا في قطاع التعليم إمم. في شركه اسمها انسبايرد، ودي تعتبر من اكبر الشركات الجلوبال في قطاع التعليم في العالم النهارده in English speaking English international schools يعني. وبرضه دخلنا في قطاع اللوجستيات، اشترينا شركة في لونج بيتش كاليفورنيا اللي هي لو أي حد عايز يصدر أي حاجة بيسموها less than full container load في العالم هتبقى الشركة دي it is the market leader in the world. وبدأنا الفاميلي اوفيس ده كان سنة 2009. الواحد يعني ليه ما يجيبش يعني البنوك بتشتغل بتقوم باستثمارات الناس، انما في نفس الوقت ليه الواحد ما يستعينش يختار هو الاعضاء اللي هم عايز يشغلهم معاه وتبقى diversified شويه إمم. من بلاد مختلفه من يعني طبيعه مختلفه، فبالتالي دي كانت جزئيه مهمه جدا. وبدات مان كابيتال في لندن، والحمد لله رب العالمين it's one of the biggest family offices في انجلترا النهارده. طب إيه في ال3 حاجات اللي اتكلمنا فيهم operations والbusiness والقطاع العام وman capital، إيه أكتر حاجة فيهم أكتر دور عملته مقرّب حبيته أكتر؟ والله أنا فيّا حاجة بقى ما أعرفش، أنا أمّا باخُش في مجال هو ده اللي باغرس فيه، يعني إمم. ده اللي بادّيه العطاء وحُبّي، والمجموعة اللي بتبقى أنا دايمًا باقول إيه، باحاول يبقى ناس حواليّا أذكى منّي، يعني مهم أوي، مش صح؟ إن أنا مش حد يقول لي أمين. ما فيش حد يقول لي أمين، وتلاقي معظم يعني مش معظم، بس في بعض الإداريين في العالم يحب هو يبقى المسيطر هو، صح. فما بيحصلش progression. فدايمًا باحاول إنه باستعين بأفكار وآراء يعني شباب حواليّا اللي هم بيبقى أفكارهم متطورة، يعني أنا شخصيًا ما أعرفش كتير عن التكنولوجي، بس الناس اللي معايا هم اللي بينصحوني يعني من استشاراتهم باقرر نخش في هذا المجال أو هذا المجال أو هذا المجال. مجال تاني حبيته أوي هو الرياضة. أيوه، ما أنا كنت عايزة أسألك عن موضوع الكورة ده عشان أنا لسه مش فاهمة. طبعًا لو تتذكري يا دينا أنا قُلت أمّا كان عندي 10 سنين حصلت لي الحادثة فطول عمري كنت باحب الكورة، وإحنا عيلة تحب الأهلي وأهلاوية كلنا من زمان يعني. ف الزملكاوية يزعلوا منك أوي. أيوه. ف جات فرصة كان لطفي ابني في غانا، وإحنا عندنا شغل في غانا وفي sub Saharan Africa يعني، فكان أحد أعضاء مجلس الإدارة بتوع caterpillar قال له روح شوف في أكاديمية في غانا اسمها right to dream. إمم. فright to dream دي عايزينكم تساعدوهم لبناء ملعب كورة له. فلطفي راح وجالي وقال لي يا والدي تعالَ لازم نشوف الموضوع ده، فابتدينا بنينا علاقة معاهم، وحسيت إنه القطاع الرياضي ده right to dream دي مش بس أكاديمية لتعليم اللعيبة كرة القدم، بس لأ بتعلمهم برضه بتجيب لهم scholarships لأ، character building وeducation رهيبة، طبعًا، رهيبة يعني رهيبة. بتبني شخصياتهم.
وتعلّمهم بالضبط. غير الجانب الرياضي. بالضبط، بتعلّمهم بتبني شخصياتهم، فبالتالي لقيت إنه دي حاجة إحنا عايزين نستثمر فيها، فاشتريت Right to Dream دي سنة 2021 إمم. وبدأنا. أول ما اشتريتها قُلت لهم: "طب ما نفتح Right to Dream في مصر." فقالوا لي: "It's not on our radar screen." يعني قُلت لهم: "لأ، روحوا مصر وبُصّوا." يعني دايمًا بنرجع لمصر. بالضبط، هي بلدي، هي في دمي وهي قلبي يعني. فبعدين جُم قالوا لي: "ده إحنا." قُلت لهم: "أنتم مش بتقولوا في محمد صلاح لعيب كورة كويس أوي؟" قالوا لي: "ده أحسن لعيب في العالم." طب ما في ممكن ندّي فرص ل لشباب والأطفال في مصر إن هم يتخرّجوا من Right to Dream وتيجي لهم فرصة. واشترينا فرقة سميناها مسار، إمم. كانت في الدرجة الرابعة، كوّنا فرقة كورة للبنات، كسبت الكاس أول سنة، وكسبت الكاس والدوري تاني سنة، وبعدين دخلنا الChampions League في إمم. أفريقيا بالفرقة بالفرقة. بتاعة البنات، ووصلوا للميدالية البرونزية يعني، أول مرّة في مصر. حاجة تفرح. الحمد لله يعني. وبعدين بصّيت النهارده لقيت الولاد اللي هم بدأوا في Right to Dream، فالمجموعة وفي أحد يعني يمكن أحسن صديق لابني لطفي اسمه محمد وصفي، شاب ممتاز، هو العضو المنتدب يعني اللي هو بيدير Right to Dream في مصر. لفّوا بقى بجميع القرى والمحافظات إمم. عشان يختاروا يدّوا scholarships ل20 طالب. ففي الفترة دي يعني نقوا ال60 طالب، منهم في 2 النهارده جاتهم منحة، عندهم منحة في Connecticut. إمم. والولاد الحمد لله حاجة تفرح، وأعتقد إنهم هيبقوا من الشباب يعني اللي هيعملوا حاجة كويسة في حياتهم إن شاء الله. بتغيّروا فعلًا في حياة تمامًا، الناس. تمامًا. طب وسان دييجو؟ سان دييجو جات الفرصة. أنا زي ما قُلت لحضرتك باحب الكورة، فكان إحنا عندنا فرقة في الدنمارك النهارده، وعندنا فرقة في مصر، وغانا؟ وعندنا غانا بس الأكاديمية. أوكي. وبعدين تقدّمنا في لسان دييجو عشان نبقى الفرقة نمرة 30، والحمد لله مضيت العقد في مايو 2023. عايزة أسألك حاجة بقى، نرجع حتّة personal سِنّة. في ظِل المشاكل، لمّا بيواجهك مشاكل، يعني قُلت التجربة الأولى والتانية خلّتني resilient وما باتكسرش، في ظِل بقى مشاكل سواء مشاكل شخصية أو مهنية، إيه الmindset بتعرف تُقف إزاي تاني؟ يعني لمّا حاجة تخبط، لمّا الدنيا تخبط جامد، إيه اللي بيساعدك تُقف تاني على رجلك؟ هاقول لحضرتك مثلًا في التمانينات إحنا مرّينا بظروف صعبة أوي في شغلنا، ومرّيت زي ما باقول بظروف صحية برضه صعبة جدًا عليّا. في التمانينات إحنا كان أمّا بدأنا كان سِنّنا في العشرينات، يعني بدأنا منصور شيفروليه بعد والدي الله يرحمه ما توفى سنة 75. فكان أنا وأخواتي يعني أنا كنت في منتصف العشرينات إمم. وما فيش خبرة، فالقروض كانت بالدولار. فالتمانينات تقريبًا كانت يعني كان في أوقات كنت باقول كان عندي leaders group الصبح، وقبل ما آجي يعني مجتمع بالمديرين بتوع الشركة، فباقول لهم كان في أيام أنا كنت باروّح الساعة 17:00 أو 18:00 بعد الضهر مش عارف بكرة هيحصل إيه. بس الحقيقة كان بيبقى توفيق من عند ربنا، هاقول إيه يعني. يعني كان الأمور بتتحل، والواحد لازم يبقى يعني يدّي كل مجهوده، وبعدين الباقي بقى على الله سبحانه وتعالى. وهاقول لحضرتك إنه يعني ربنا أكرمنا. يعني هاقول إيه، إنه الشركة في التمانينات كانت تقريبًا يعني went through almost bankruptcy يعني it إمم. was so bad. إنه we have been able to convert this أنا وأخواتي والمديرين وأصدقائنا اللي في الشركة اللي هم بنوها معانا الحقيقة. يعني مجموعة منصور النهارده فيها حوالي 60,000 واحد بيشتغلوا فرد، فلو تضربي العيلة ب5 ده 300,000 فرد. عندنا مكاتب في فوق ال100 دولة في العالم. it's become a global company. ده كان حلمي وده كان رؤيتي ورؤية والدي وأخواتي. وقدرت تحقق. والحقيقة كانت أهم برضه حاجة يعني من الحاجات المهمة جدًا اللي إحنا بنفتخر بيها الناس اللي بنوا الشركة معانا. يعني الولاء والوفاء ويعني أمّا باجتمع بيهم وباشوفهم. رُحت إسكندرية مثلًا في زيارة ما كنتش زُرتها بعد أمّا سافرت إنجلترا سنة بعد الكوفيد. آمم 2020. تقريبًا. فرُحت زُرت ال أول ورشة بنيناها،
وحسيت بالشعور. يعني كان مثلا العاملين تقريبا، انا رجل ايموشنال مان زي ما بيقولوا يعني. اما شفت شعور العاملين والاخوه اللي هم بداوها معانا، يعني ما تصوريش كان شعوري ازاي. ما كنتش رجعت اسكندريه مثلا حوالي 12 13. نوستالجيا رهيبة اه, كمان. كان يوم جميل بالنسبه لي يعني. مصر في دمي، مش أول مرة أسمعك بتقولها، يعني كذا مرة باسمع سير محمد منصور في عز التكريم بلقب سير، أول جملة اتقالت مصر في دمي. هل ده سبب إن حضرتك عامل بقية الchairman بتاع Narrative Summit؟ يعني الهدف من Narrative Summit وإنك بترأسه. الهدف الناريتيف سامت انه انا شايف جمال مصر. يعني الحقيقه انا النهارده لما وصلت يعني بصيت على البحر يعني جمالها. يعني لما في انجلترا لما يقول لك مثلا اتس ا بيوتيفul داي، دي مرتين ثلاثه في السنه. بالضبط. اما جيت رايح لندن يقولوا لي اتس ا بيوتيفul داي. انا تبُص كده تلاقيها مغيّمة تمامًا. مغيمه، ما الواحد ما بيشوفش الشمس. فهنا الحقيقه وطبيعه الناس، يعني دايما الناس متفائله وبتضحك يعني في المحبه. ودي يعني البلد اللي انا اتولدت فيها وذكرياتي فيها وحبي فيها واهلي فيها وولادي اتولدوا فيها والناس اللي حبيتهم فيها. وهي مصر هي بلدي. يعني مصر هي البلد اللي أنا الحقيقة كوّنت الشخص ده. والحمد لله زي ما قُلت لِك أنا كان أهلي، والدي الله يرحمه ووالدتي كانوا يعني من الناس اللي هم نمّوا فينا حُبّنا لبلدنا. سير محمد منصور ينصح الشباب الentrepreneurs اللي بيبتدوا حياتهم بإيه؟ الكفاح، كفاح. الكفاح، ما فيش حاجة. يعني دايمًا اتوكّل على الله، حاول to think out of the box. المجالات النهارده في العالم كبيرة جدًا. يعني أنا كواحد مصري اتولد في الشرقية حقيقي يعني، وبعدين اتعلمت كويس. إنما مرّيت بظروف صعبة في حياتي برضه يا دينا. إنما الظروف دي هي اللي كوّنت شخصيتي، والظروف دي اللي خلّتني دايمًا أقول إنه لازم الواحد to never give up. يعني يبقى دايمًا بيدّي مجهوده وحاجة تانية آآ كون علاقاتك مع ناس كويسة. أهم حاجة. أهم حاجة. يعني دايمًا آمم شوف مين اللي هم القريبين لِك واللي بيحبوك في الظروف الصعبة هيقفوا معاك. هم دول الناس اللي أنت ت ت تكوّن حياتك. be a good choice of character. أنا دي يمكن الحاجة الوحيدة اللي فيّا اللي نجّحتني في حياتي، إن أنا دايمًا باحوّط ناس يعني تحُط المجال روحك بالناس الصح. الكويسة اللي هي قلبها عليّا وأنا قلبي عليهم. يعني I always say loyalty goes both ways، منّي لهم ومنّهم ليّا. فبالتالي والظروف بتورّي طبيعة الناس. فده اللي هو كوّن حياتي، وده اللي ساعدني في حياتي، إن أنا دايمًا كانت ناس حواليّا ناس كويسة. في الظروف الصعبة بيبقوا معايا. اختيار الأصدقاء، الولاء والpartners. والpartners والوفاء و و وال and the hard work والرؤية. والمجالات مفتوحة في العالم وفي مصر. طبعًا. يعني بلدنا فيها مجالات كبيرة جدًا وفُرَص. وفُرَص للشباب. فالشباب النهارده التكنولوجيا is an area ما فيش borders زي ما بيقولوا. يعني ممكن الواحد يبدأ كentrepreneur في مصر لخدمة قطاع خارج مصر. مجال التكنولوجيا هو مجال الAI. التعليم مهم جدًا. آخر سؤال، الlegacy، يعني نِفْس حضرتك الناس تفتكرك، يعني الإنجازات كتيرة أوي، بس إيه أكتر حاجة نِفْسك إنه الناس تفتكر اسم محمد منصور بيها؟ راجل طيب،
وخير و حلو أوي. خير وطيب وصادق. نورتني وجودِك، ميرسي. ومبسوطة جدًا، جدًا وانبسطت أوي واتعلمت وthank you so much. ميرسي يا دينا، شكرًا. أنا دينا وده DW.